السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. بنقول مع حضراتكم يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الترجي يفوز على الهلال ومنافس الأهلي المحتمل. قبل أي حاجة أنت تتفرج على فيديو من خلال فيسبوك، لايك وشير الفيديو. تتفرج على فيديو من خلال قناة اليوتيوب، لايك وشير الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. انتهت مباراة نادي الترجي التونسي بفوزه على فريق الهلال السوداني 1-0، وقدر من خلال المباراة اللي هو خلاص يعني يحصل على المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويصعد رسميا للدور الثمانية كثاني المجموعة. في المجموعة ديت صعد فريق بيترو أتلتيكو بعد ما كسب النجم الساحلي 2-0. فريق بيترو أتلتيكو خلاص بقى 12 نقطة. مركز أول الترجي مركز ثاني 11 نقطة. وارد إن الترجي لاعب الأهلي. مباراة الترجي والهلال قدرت تشوف إن فريق الترجي اختلف تماما مع المدرب الجديد. المدرب الجديد يعني عرف يعني يعمل خطورة لفريق الترجي يعني تكتيكيا واقف كويس، واقف بشكل منظم. بدنيا اللعيبة واقفة على رجليها لحد الدقيقة 90. يعني الترجي مع المدرب ده مختلف تماما. شفنا الترجي عنده يعني نزعة هجومية، الدفاع بتاعه منظم، عكس خالص الترجي لما شفناه في الدوري الافريقي، وعكس الترجي لما بدأ في البطولة دي. يعني اللي اتفرج على ماتش الترجي مع الهلال السوداني الدور الاولاني هيبقى في فرق واضح ما بين تنظيم الدفاع بتاع الترجي في مباراة الهلال اللي فاتت، وفرق النهارده مع تغيير المدرب عرف يعني يظبط شوية في دفاعات الترجي، وعرف يخلي فرقة الترجي واقفة على رجليها بدنيا. الترجي عمل مباراة بشكل عام كلها مباراة كويسة. الشوط الأولاني قدر اللي هو يحرز هدف عن طريق الكور، عن طريق ركنية الكور الثابتة. وطبعا شمال أفريقيا كلها يعني تعرف اللي هي تستغل الكور الثابتة دي وبتعرف تلعبها. التايم الثاني بدأ جه مثلا عند الدقيقة 55 أو 60، لقى إن فريق الترجي خلاص بعض اللعيبة ما عادتش قادرة تكمل. المدرب واقف بره، واقف صاحي، واقف فايق. في الدقيقة 67 بدأ اللي هو يعمل تغييراته. نزل محمد علي حمودة، نزل حسام غشة، بدأ اللي هم يشيلوا الحمل شوية. لعيبة لسه نازلة جديدة، لعيبة عندها نفس، بدأت اللي هي ترجع الريتم تاني للترجي. الدقيقة 79 قام منزل غيان الشعلالي، خلاص هو كده ظبط الفريق. نزل 3 تغييرات، ظبط الفريق، رجع الريتم تاني للترجي، رجع السيطرة تاني للترجي، خلى بعض اللعيبة كلها مركزة وواقفة بدنيا. طيب النهارده كان في الماتشات. صن داون قدر اللي هو يتفوق على مازيمبي 1-0، وخلاص صن داون بقى اول المجموعه برصيد 13 نقطه. مازيمبي مركز ثاني برصيد 10 نقط. عايز اقول لك بس حاجه، الناس اللي كانت بتقول لك مثلا عايزين النادي الاهلي يصعد اولنا عشان يبعد عن صن داون، وعايزين صن داون كمان يصعد اولنا عشان يبعد عن الاهلي. عايز اقول لك اذا كنت انت عامل حساب صن داون مثلا ومقلق من صن داون، فالمدرب او صن داون هما كمان مقلقين منك. وده يعني مدرب صن داون قال لك يعني انا مش مستعد حاليا اللي انت تلاعب فرقه مرشحه للبطوله او فرقه تقيله. قال لك المباريات بين الفرق التقيله ديت بتمنى اللي هي يعني ما تجيش دلوقتي في دور الثمانيه، لما تيجي مثلا في سيمي فاينل او فاينل بيكون اللاعب مثلا يعني مركزه اكتر في البطوله. اللعيبه بدات تنسجم في البطوله، اللعيبه مثلا بدات تجي لها خلاص يعني اللياقه عندها بتزيد، والرجلها تبقى في الملعب، والماتشات بتبقى اخدت ماتشات كتير. فالخلاصه اللي هو كمان لو انت خايف من صن داون، فصن داون كمان هو خايف منك. المدرب مش عايز يلعب اي فرقه تقيله دلوقتي. طيب كان عندك برضو يعني بيراميدز ونوازيبو 2-2. يعني بيراميدز يعني حرام والله، يعني حرام فرقه زي بيراميدز دي تطلع حصاله المجموعه. ما هي لازم تطلع حصاله، بيراميدز دي لازم تطلع حصاله. انت متخيل لما فرقه زي نوازيبو اللي محدش يعرف عنها اي حاجه، اللي تقريبا راتب لاعب واحد من لاعيبه بيراميدز بالقيمه التسويقيه تقريبا بتاعه فريق نوازيبو هو اتقدم مرتين على بيراميدز النهارده. يعني بيراميدز كان بيلاعب نوازيبو اتقدم، بيراميدز يتعادل. نوازيبو اتقدم 2-1، بيراميدز يتعادل في الدقيقه تقريبا 92 ولا 93.
فبيراميدز كمان مش قادر اللي هو يكسب فريق نوازيبو ويبقى مركز ثالث، لا اتعادلوا بقى مركز رابع، الاثنين 5 بونت، لكن بالمواجهات المباشره طبعا نوازيبو غالب بيراميدز الدور الاولاني. فبيراميدز حصلت المجموعه في اول مشاركه له. طيب كان عندك مباراة تانية، سيمبا تنزاني قدر اللي هو يتفوق على جوانين جالاكسي 6-0، وتحس اللي هو بيعمل انذار شديد اللهجة للفرق اللي هتلعبه في دور الثمانية. سيمبا برضو من الوارد اللي هو يلاعب الاهلي. خليني اقول لك. طيب عندك الوداد البيضاوي قدر اللي هو يتفوق على اسك ميموزا 1-0. طبعا احنا عارفين ان اسك صعد الاول المجموعة بالرصيد 11 نقطة، لكن الوداد حاله حال سيمبا 9 نقط. لكن المواجهات المباشرة اللي اتكلمت لك فيها في فيديو الصبح بتحسم، المواجهات المباشرة كانت بتحسم لصالح سيمبا تفوق على الوداد في تنزانيا 2-0، لكن الوداد كان كسب سيمبا في المغرب 1-0. الوداد بيمر بحالة صعبة جدا. الوداد من بعد رأسية محمد عبد المنعم والبطولة اللي فاتت خسر دوري أبطال أفريقيا، خسر الدوري المغربي بفرق نقطة مع الجيش الملكي، خسر كأس العرب، خسر الدوري الأفريقي النهائي قدام صن داونز، خسر كأس المغرب، طلع من دور المجموعات. ولأول مرة من 8 سنين الوداد بيخرج من دور المجموعات. حاليا في الدوري المغربي مركز خامس برصيد 31 نقطة، متأجل له أو ناقص له ماتشين 2. الوداد يعني كل ده بسبب المشجع اللي راح شجعهم وقعد يقول لك مترجي. هو كان وش السعد. طيب الترجي قدر يتفوق على الهلال السوداني 1-0، بيترو اتلتيكو 2-0 على النجم الساحلي. كده خلاص انتهت المجموعات في دور الثمانية في انتظار القرعة هتبقى الشهر ده. عايز اقول لك ان دور الثمانية النادي الاهلي والفرق المحتمله للنادي الاهلي عندك مازيمبي وفريق سيمبا والترجي التونسي، هم دول المنافس المحتمل للنادي الاهلي. القرعه هتبقى الشهر ده لسه ما اتحددتش، الاتحاد الافريقي لسه ما اعلنش عنها. القرعه هتبقى في القاهره. لقاء الذهاب كده هيكون خارج مصر يوم 30 مارس. 30 مارس هو لقاء الذهاب ما بين النادي الاهلي والفريق ايا كان الترجي او سيمبا او مازيمبي. يعني الثلاث فرق قويين، الثلاث فرق مراكز تاني. لكن انت شفنا مع الاهلي 3-4 سنين اللي فاتت الاهلي ما كانش بيصعد مركز اول، كان بيصعد مركز تاني، لكن كان بياخد البطوله. فبطوله افريقيا من الواضح قوي يا جماعه اللي احنا يعني الكوره خلاص، الكوره في افريقيا اتغيرت بشكل عام، وده حاجه شفناها على سبيل على مستوى المنتخبات في افريقيا. المنتخبات العربيه كلها كانت ضايعه، وبرضه شفناها على مستوى الفرق في دوري ابطال افريقيا، الفرق العربيه ضايعه باستثناء هم فرقتين من 8 فرق دور الثمانية، 8 فرق افريقيه في منهم فرقتين 2 عربيه، الاهلي والترجي. ان ده بيدل ان الكره العربيه في افريقيا ما اتطورتش. اللي اتطور الكره الافريقيه سواء منتخبات او انديه. لازم الجماعه او الفرق العربيه في افريقيا لازم اللي انت الفترات اللي جايه تعمل مجهود جامد، لازم اللي انت تبذل مجهود، لازم اللي انت تدعم فرقتك، لازم اللي انت تجيب صفقات، لان بالوضع ده الكره في افريقيا كل مدى عماله تتطور. الكره ما عادتش اللي انت تعمل بس فرقه وتجيب لعيبه وتلعب، لا الكره بقت هي بيزنس وبقت شغل. فلازم الفرق العربيه في افريقيا تتطور، لان بالوضع ده سنه مع الثانيه مع الثالثه الفرق العربيه مش هتلاقيها. انت لما يكون عندك مثلا بيراميدز وعندك نوازيبو والوداد والهلال والنجم الساحلي، كل الفرق دي انت بتتكلم يجي في 5 فرق كلهم خرجوا من دور المجموعات. ما فضلش عندك الا الاهلي والترجي مع 6 انديه افريقيه. الكره في افريقيا اتطورت جامد منتخبات او فرق. فلازم الفرق العربيه يبقى في تدعيم قوي جدا. القرعه ان شاء الله هتبقى الشهر ده، لسه الاتحاد الافريقي ما اعلنش عنها.
منافس الاهلي المحتمل هيكون الترجي، سيمبا، سيمبا، مازيمبي. الثلاث فرق كلمتك فيهم قلت لك الثلاث فرق قويين جدا، سواء مازيمبي وخصوصا على ملعبه، ملعب يعني تحس اللي هو صعب، ملعب محدش بيعرف يكسب عليه، ملعب غريب محدش يعرف يلعب على الملعب ده غير فرقه زي مازيمبي دي. حتى كمان صن داون لما راح لها هناك هي غلبت صن داون، يعني غلبت صن داون هناك لما راح لها. بيراميدز راح لها هناك كسبت بيراميدز 3، وكسبت نوازيبو 2، وكسبت صن داون 1-0 على ملعب. الثلاث ماتشات اللي مازيمبي لعبوا على ملعبه كسبت 3 ماتشات، يعني فرقه اخرت 9 بونت على ملعب العلامه كامله. طيب فرقه زي سيمبا فرقه قويه جدا مع المدرب الجديد عبد الحق بن شيخه. وطبعا انت عارفين سيمبا لعبناها في بطوله الدوري الافريقي، اتعادلنا معاها هناك 2-2، وتعادلنا معاها في القاهره 0-0. فرقه الشوط الاولاني كان الاهلي خلصان 2-0، في 7 دقائق 8 دقائق التايم الثاني اتغفلنا في جونين. فرقه ما بتعرفش الاستسلام، وكان ممكن دي تجيب فيك الجون التعادل. وهنا في مباراه العوده هم اللي اتقدموا وكانوا هيحرجوا الاهلي وكانوا هيطلعوا الاهلي من البطوله. فسيمبا على ملعبها برضو فرقه قويه. طيب الترجي عكس الترجي في البدايه، الترجي حاليا هو عكس الترجي في البدايه. الفرقه مثلا بدات كسبت النجم الساحلي، بعد كده خسرت من الهلال السوداني، وبعد كده يعني هي حتى كمان بدأت كسبت الترجي وخسرت من الهلال السوداني، وتعادلت مع بيترو اتلتيكو على ارضها، وبعد كده اتعادلت مع بيترو اتلتيكو، وقدرت في الماتشين التانيين اللي هي تكسب النجم وتكسب الهلال. فالفرقه بدأت مستوى مش كويس، لكن على مر البطوله وعلى مر الماتشات الفرقه قدرت اللي هي تطور من نفسها. فالمباراه اللي جايه للاهلي في دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه هتبقى مباراه صعبه جدا. دور الثمانيه ما فيش فيه هزار، دور الثمانيه ما فيش فيه فرقه ضعيفه والا ما كانتش وصلت، سواء اوائل المجموعه اهلي، صن داون، اسك، او بترا اتلتيكو، او تواني المجموعه، تاني المجموعه سواء سيمبا او يانج، الترجي، مازيمبي. 8 فرق قويين، مركز اول قوي، مركز تاني قوي. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في البطوله، وهنشوف القرعه هتوقع الاهلي مع مين. القرعه ان شاء الله لسه ما تحددش، الاتحاد الافريقي لسه ما اعلنش عنها، لكن مباراه الذهاب يوم 30 مارس خارج القاهره. كل الدعم وكل التوفيق للنادي الاهلي في دور الثمانيه وفي البطوله، ويقدر اللي هو يتوج بالبطوله رقم 12 ان شاء الله. الاهلي فنش المجموعات برصيد 12 نقطه، ان شاء الله يفنش البطوله وهو 12 لقب. اشوفكم على خير فيديوهات تانية ان شاء الله.